نقاش ساخن بين تاجر جملة في البقوليات والمياه المعدنية وأحد أعوان الرقابة حول ارتفاع الأسعار شاهد كل ما دار بينهما. الرقابه اللي معاك كان شي تاجر يقول لك اودرهم جاوني البارح ومجاوني كسموا حنا هذاك لا من حقكم درك الدوله الا تجيك صباح وعشيه ما عنديش اشكال. كيما انت راك تاجر اليوم تبيع. حنا ثاني الدوله دارتنا واش نراقبوا الاسعار. وحنا كاع هذه الرقابه في هدف واش المستهلك. نحكي لك كتاجر جمله كاش مشكل. انا الرقابه كي تكون مليحه فاش تساعدني حنا تساعدني في استقرار الاسعار. انا كتاجر في جونفي كنت نشري العدس ب 21000 صاي ايوا دروك نشريه ب 36000. شوف راس المال وين ارتفع دروك من 21000 حتى ل 36000 راه 15000 كيلو. انا كتاجر جمله راني هنا في البلديه بلديه عين الصفراء اللي كنوفر السلعه راك فاهمني اللي كنحير كل شيء نجيبه. في البقوليات حنا كاين دي بلاصون نجيبوها نخدموها ب 10 دينار. كاين دي بلاصون نجيبوها من الجزائر ولا نجيبها من وهران ولا من سطيف ولا صديق تدي فيها 10 دينار. فيها مصاريف الشحن وفيها مصاريف تاع الخدامه. الماء رانا نشرو من الوزينات ونجيبو زعما نحوسو نوفر. كان الوزينات اللي زادوا علينا حتى ل 15 دينار حبسنا ما قعدناش نجيبو. دروك باش تجيب سلعه في ترونسبور في سيميات ولا يزيدوا عليك السعر خاطر عليها راه الحمان. كان اللي يقول لك ما نرفدش لا كونتيتي لما نرفدها لك نقص لك شويه. كان اللي يزيد عليك في السومه راك فاهمني. هنا ثاني وين هاد الصوالح اللي تخلي السعر يزيد تاع الماء فهمني. وحنا رانا نكافحوا نحوسوا نديروا هاكو نجيبوا هذا غير شهر ولا شهرين تخلق في هذه الازمه. معليش كاع تنظر شويه حنا كتاجر تنظر شويه بصح معليش نفوتوها وتولي تعود